وكالة الأنباء الجزائرية تتهم المغرب بالوقوف وراء تدهور العلاقات بين فرنسا والجزائر. جهات رسمية تحذر ماكرون من لعبة توازن محفوفة بالمخاطر مع المغرب والجزائر. رئيس الفيفا يرد على الصحافة الجزائرية بطريقته الخاصة. نرسل وكالة الأنباء الجزائرية نشر هرطقاتها الإعلامية وربط أي تدبير دبلوماسي سيء لرئاستها بالمغرب، أو كما يحلو لها تسميته بالمخزن، حيث بات من السهل على وكالة الأنباء الجزائرية اختلاق عذر أو تبرير للفشل السياسي لمسؤوليها، فيكفي أن تربطه بالمغرب أو بلوب المخزن لإطفاء غضب الشعب الجزائري. وفي مقال نشرته وكالة الأنباء الجزائرية بتاريخ يوم أمس، اتهمت مرة أخرى المغرب بالوقوف وراء التدهور المفاجئ للعلاقة بين الجزائر وفرنسا، والذي بلغ حد استدعاء رئيس دولة الجزائر عبد المجيد تبون سفيره بفرنسا السيد سعيد موسي فورا للتشاور، احتجاجا على عملية إجلاء الصحفية أميرة بوراوي المطلوبة لدى القضاء الجزائري. واتهمت وكالة الأنباء الجزائرية المغرب بتسخير عملاء سريين وبعض المسؤولين على مستوى المديرية العامة للأمن الخارجي الفرنسي ووزارة الخارجية الفرنسية، وكذا بعض المستشارين الفرنسيين من أصل جزائري لا يخفون ولعهم وتبجيلهم للمخزن حسب نص مقال الوكالة. وفي موضوع آخر، تجد فرنسا نفسها في دوامة اضطرابات دبلوماسية مستمرة في علاقتها مع الرباط والجزائر، فبعد أن وقعت مع الأخير اتفاقا عسكريا وعززت معها التبادل التجاري خلال زيارة ماكرون، عاد من جديد التوتر بعد تهريب الناشطة بوراوي. وكتبت صحيفة لوموند الفرنسية أن باريس تعتقد أن عملية التوازن التي تقوم بها في العلاقات مع القوتين بالمنطقة المغرب والجزائر سليمة ومحكومة، في وقت تجدها محفوفة بالمخاطر مع مرور الزمن، إذ في الوقت الذي يطمح فيه المسؤولون الفرنسيون إلى زيادة التعاون مع الجزائر، يصطدمون بغياب أثر إيجابي لهذا التعاون. فغضب الجزائر من تهريب بوراوي يظهر الأمر بشكل واضح. وتجد الصحيفة ذاتها أن الرباط أصبحت تشعر بالقوة تجاه علاقتها مع فرنسا، فمنذ الاعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء، والذي لم يستطع بايدن تغييره رغم الضغوطات، أصبحت الدبلوماسية المغربية نشيطة في ملف الصحراء، وأصبحت لا ترضخ بسهولة للضغوطات الأجنبية. المصدر ذاته أشار إلى أن الرباط تريد من فرنسا موقفا مماثلا لأمريكا وإسبانيا وألمانيا في قضية الصحراء، مضيفة أن العلاقات مع الجزائر اقتربت من مستوى الثقة الكاملة، لكن قضية بوراوي أظهرت مدى ضعفها وهشاشتها. وسبق أن استدعى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون سفيره لدى باريس من أجل التشاور، بعدما اتهمت الجزائر فرنسا بالضلوع في تهريب الناشطة بوراوي وانتهاك سيادتها، في وقت كشفت فيه مصادر إعلامية عن ضلوع الرئيس التونسي قيس سعيد في القضية. وفي موضوع آخر، بعد افتتاح مونديال الأندية الذي تغيب عنه جياني إنفانتينو عن الحضور لأسباب مهنية سبق وأن كانت محور بلاغ للفيفا، خرجت صحف الجارة الشرقية الموجهة والتي تخصصت هذه الأيام في مهاجمة المغرب
لتطلق الأكاذيب والإشاعات التي تثير الشفقة على كتابها ومروجيها. صحف الجزائر عنونت غياب رئيس الفيفا عن حضور افتتاح المونديال بأنه خصام بين القجع وإنفانتينو، وبأن الأخير يفضل إقامة كان 2025 بالجزائر عوض المغرب، وليس راضيا على تنظيم المغرب للبطولة العالمية. وهلم جرا من الخزعبلات التي لم يصدقها حتى كتاب تلك المقالات بنفسهم. إنفانتينو اختار الوقت المناسب والطريقة الأنسب ليرد على الجزائر ومروج الأكاذيب بطريقة تناسب مستوى الجيران الفكري والعقلي، فطلب من لقجة إقامة مباراة ودية بينهما، كما حرص على نشر تدوينة بصفحته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي يشكر من خلالها المغرب على حسن تنظيمه، بل اعتبر موندياليتو المغرب الأفضل، ومدح الجماهير المغربية واعتبر ما يتوفر عليه المغرب من بنى تحتية الأفضل في القارة، بل وقال بأن المغرب جاهز لتنظيم أي حدث عالمي في وقت وجيز.